إلا الله محمد رسول الله. ما رأي الشيخ في الأخذ من اللحية إذا كانت أقل من القبضة، مثلا أخذ من اللحية بالماكينة رقم 3 أو 4، وهل يفرق بين الشارب واللحية؟ بالنسبة للحية قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرخوا اللحى. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بإرخائها. وجاء أيضا في حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر في ذلك ظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلف في المقدار الذي يكون عليه التوفير. ظاهر كلام البخاري عليه رحمة الله أنه يرى أن التكثير في ذلك، ولهذا فسر قوله وعافوا في كلام الله سبحانه وتعالى قال كثروا وكثرت أموالهم. فإذا كثرت اللحية جاز للإنسان أن يأخذ منها، وبهذا قد أخذ البخاري رحمه الله، وأورد في ذلك أثر عبد الله بن عمر أنه يأخذ ما زاد عن القبضة. وجاء أيضا ما يوافق حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ما جاء في حديث أبي زرعة عن أبي هريرة أنه يأخذ أيضا ما زاد عن القبضة. جاء أيضا أثر موقوفا في ذلك على عبد الله بن عباس أنه يأخذ في النسك كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك الشافعي في كتابه الأم من حديث علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال يأخذ من شعر رأسه ولحيته. وجاء أيضا هذا عن جابر بن عبد الله وفيه تكلم فيه بعضهم. وجاء أيضا عن جماعة من السلف كما رواه الحسن البصري قد جاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف قال كانوا يقولون بأخذ ما زاد عن القبضة. وجاء ذلك أيضا عن عامر بن شراحيل الشعبي وعن ابن سيرين وعن إبراهيم النخعي وغيرهم من العلماء. أما ما يتعلق بالأخذ ما دون القبضة في ذلك فهذا لا أعلم من قال به من السلف بالتحديد بمثل هذا الوصف، وإنما هو جاء في أدلة قد ذكر ابن أبي شيبة عن بعضهم الأخذ عموما، ولكن نقول إن الأخذ في ذلك في عرفهم بطبيعة الحال لا ينافي التكثير. أما ما يتعلق بما يقوله البعض أن اللحية المراد بذلك هو أن ترى في وجه الإنسان ولو كانت شيئا يسيرا، وذلك بالأخذ من مثلا بالآلات الحديثة بالأرقام اليسيرة مثلا بالواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، أرى أن هذا حلق، أرى أن هذا حلق ولا يجوز للإنسان أن يفعله، لأنه يخالف النبي عليه الصلاة والسلام في قوله في حديث عبد الله بن عمر أعفوا اللحى. لا يمكن أن يكون هذا إعفاء، لا يمكن أن يكون هذا إعفاء. كذلك أرخوا اللحى. وجاء أيضا في بعض الألفاظ اتركوا اللحى، ونقول حينئذ أن هذا يخالف الأمر الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما هو الحد في ذلك؟ نقول الحد في ذلك هو الوفرة والتكثير، وهذا هو الذي ظاهر الدليل، وكذلك أيضا ما مال إليه البخاري، وهذا أيضا ظاهر صنيع الأئمة عليهم رحمة الله، الإمام أحمد كما جاء في مسائل ابن هانئ، وجاء أيضا عن الإمام مالك كما جاء في رواية ابن القاسم عنه، وجاء أيضا عن الشافعي عليه رحمة الله في ظاهر قوله كما جاء في كتاب الأم، وكذلك أيضا قد نقله في ظاهره أبو يوسف في كتاب الآثار عن أبي حنيفة، فنقول إن هذا هو الأقرب للصواب.